أول ما جو في الاعتصام قالوا للناس يا أخواننا نحن ما جينا ضد الدين، ولا نحن أصل موضوعنا موضوع الدين، والدين ده نحن ما تكلمنا عنه، والدين ده بعد ما الناس يكونوا حكومتهم المنتخبة بعد ذاك هي اللي بتقرر، نحن ما بنقرر. نشوف المقطع رقم 1 نذكر به والناس، بعد ذاك نشوف الناس ديل عملوا شنو، ودارين يوصلوا المجتمع ليات نوع من أنواع الفساد، وذلك بأن يكون فسادا محميا بالقانون. شوف الحاصل. الناس اللي بيزايدوا ويقولوا لك لا هذه الدولة العلمانية. متى نحن شكلنا دولة يا جماعة؟ نحن هسه شكلنا دولة؟ سمعتونا في يوم من الأيام تكلمنا عن علمانية؟ سمعتونا في يوم من الأيام تكلمنا عن يمين ويسار؟ هو الحرية والتغيير ما جزء من الأجندة اللي أصلا مطروحة أصلا موضوع الدين والدولة ده ما جزء، لأنه إحنا ما ناس منتخبين، إحنا ما ناس بنحترم الديمقراطية برضه. إحنا جايين لأنه دايرين البلد دي تبقى بلد ديمقراطية، ما في زول يفرض على زول حاجة لما تجي من الشعب السوداني، ما في زول يفرض على زول حاجة، دي رؤيتنا إحنا مع الديمقراطية. عشان كده قضية زي قضية الدين والدولة دي بيحسمها الشعب السوداني لما يصوت له لبرلمان منتخب بعد الفترة الانتقالية. البرلمان المنتخب ده يقعد يجيز له دستور دائم. الدستور الدائم ده بعد ذاك يناقشوا فيه موضوع علاقة الدين بالدولة. ما عندنا نحن في الحرية والتغيير حاليا نقاش حول الموضوع ده، عشان الناس ما يقعدوا يلتوا ويعجنوا في كلام فارغ نحن ما جزء من اجندتنا ولا قاعدين نتكلم عنه اصلا. ده الكذب يا اخوان، والواحد ما بيستحي قاعد في مسرح وقدام الملايين من الناس وبوثقوا له في كلامه وداير الناس يتبعوه، يبدأ لهم الكلام بالكذب، والقحاته بدوا حياتهم بالكذب، حياة ما تمت سنتين. الحمد لله يا ربنا فطمهم، فهمت؟ سنتين ما ديل ما نبت لهم لسه لحم زي الناس بفضل الله، عرفتها؟ واحد قاطع نص وعامل فوقه، هو إنسان بيقرر للناس أشياء وهو يكذب عليهم. زول كذاب قال نحن ما جينا نهبش دين الناس، لأنهم هم عارفين إنه الشعب السوداني ما بيرضى في الدين، وإنه أنت لو اتكلمت في دين الناس وطعنت في دين الناس ما بيجيبوك وبصدقوا الكلام اللي عنك القديم إنك أنت إنسان ضد الدين. الناس ما دايرين دين عديل، ضد الدين، على خلاف ما غشوا الناس قبل. جيب مقطع واحد نشوفه ونعلق عليه نقطة. فضل. قالت متحدثة باسم تجمع المهنيين إن تأييد التجمع لفصل الدين عن الدولة يهدف إلى دفع عملية السلام. واصل. وعشان كده ده ما بيتم إلا يكون في دستور علماني، ده ما بيتم إلا يكون في دستور علماني. وده يدل على الكذب اللي قالوا شيخ شهاب وشيخ أحمد، إنه قبل في الثورة بتاعت الاعتصام بتاع القيادة في الأول ركبوا ناس تجمع المهنيين ذاتهم، جابوا لك بالفيديو قبل شوية، قالوا نحن ما حنمس الدين ولا عندنا علاقة بدين الناس ونحن ناس ديمقراطيين. الآن أول ما استلموا الفيديو ده، أول ما استلموا الفيديو لسه ده، قالوا احنا نهدف إلى فصل شنو يا جماعة؟ الدين. يبقى ده الناس دجالين وكذابين ومنافقين. ده أول نقطة. واصل. وبالتالي لا بد من تحرير الدين من الدولة. دين ما عندوش علاقة بالدولة. جوا عينك الدين ده في الدولة والدين ده في البيت. وده اسمه محمد يوسف مصطفى، ده برضه قالوا ده زعيم تجمع المهنيين المزعوم، ده اللي قبل شوية ده شيوعي ملحد، قال الدين ما عندوش علاقة، مش ما عندوش علاقة بالدولة. جوا عينك انتوا على كيفكم رجالة، هي اسلام اديناكم يا قرآن اديناكم، مش رجالة والله ما ارجل مننا اطلاقا. وكيف تكونوا ارجل مننا وانتوا بتقولوا المرأة والراجل واحد؟ كيف تكونوا ارجل مننا وانتوا بتقولوا انتوا والنسوان اللي لابسات طرح واحد وبتبيحوا اللواط، وتكونوا ارجل مننا احنا الرجال الناس الذكور اللي قاعدين ديل؟